دي بقى حاجة من التحف جدا، من الحاجات المميزة أوي اللي تخرم وتكيف دماغ أي غاوي. هنا وفي قلب المملكة في قلب المنبع الدجاج الفونيكس، بلد الأصل بريطانيا، بلد الإقامة هي مصر وبقلب حديد. سلالة مميزة جدا من الحاجات القوية جدا. عايز أقول لك إن في أندونيسيا فيه بعض الدول العربية مليانة زي عندنا في مصر، وما شاء الله عندنا اكتفاء ذاتي منها. بكام؟ ما شاء الله تبارك الله. الحتة دي تعمل لها 3000 جنيه ل 4000 جنيه. لو دخل معرض وكسب سعره بيتضاعف، يعني لو كان ب 4000 يبقى بقى ب 8000 جنيه. ازاي يعني؟ قول لي ازاي اكسب منه انا كغاوي جديد؟ وبينتج قد ايه في السنه؟ كغاوي جديد انا لسه جديد، هاخد السلاله دي بحطها في مكان زي كده، بتبدا تنتج معايا بيض حوالي 120 بيضه 150 بيضه، تمام. بدخلهم في مفرخه يفقس كتاكيت، الكتاكيت ديت ببدا اعرضها وابيعها. كتكوت ب 200 300 400 على حسب حجمه، ما هو بيختلف في الحجم وعلى حسب نقاء دم الامهات. طب لو هبيعه كبير هبيعه ب 3000 برضه؟ بالظبط، بثلاثة واربعة على حسب المواصفات القياسية يعني بتاعته. انت عايز تقول ان في السنه 150 بيضه صحيح. حوالي 450000 جنيه؟ بالظبط. 450000 جنيه هصرف منهم قد ايه؟ هتصرف منهم 20%. 20%. اه اكل، والباقي ده ربحي. ربح. تمام. ما شاء الله من السلالات المميزة.